السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة النهاردة مختلفة تماما. إزاي؟ هسألك سؤال. حضرتك بتاخد فيتامينات أه حديد، مغنيسيوم، فيتامين د. طيب، خليني أسألك سؤال مهم. حاسس بفرق؟ يعني أنت بتاخد الفيتامينات، حاسس إن في فرق معاك في جسمك؟ لو إجابتك لأ، يبقى الحلقة دي لازم تكملها للآخر، لأن المشكلة مش في الدواء. المشكلة إن جسمك مش بيستفاد منه اصلا، مش بيستفاد بالفيتامينات دي اصلا. السبب ايه؟ هنتكلم فيه بالتفصيل، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا عشان الفيتامين ما يمتصش صح وانت حضرتك ما بتستفادش بيه صح. اغلب الناس فاكره ان انا باخد فيتامينات يبقى لازم يبقى فيه تحسن سريع، وده غلط، لانه بيعتمد على حاجات تانية. الفيتامين محتاج معدة شغالة كويس، امعاء سليمة بتمتص كويس، انزيمات بتفرز بشكل كويس بحيث انها تساعد على امتصاص الفيتامينات كويس، التوقيت المثالي ان انا اخد فيه الفيتامين، توازن المعادن اللي في الجسم اللي بتساعد على امتصاص الفيتامينات دي. لو واحدة بس ناقصة من النقط اللي انا اتكلمت عليها دي كلها، الامتصاص بيقع او ممكن يكون بيتلاشى تماما. الفيتامينات آه، لو حاجة من دول مش مظبوطة، زي ما بتدخل الجسم بتخرج منه بدون ما بتستفاد حضرتك بأي حاجة منه. طيب، أسباب منع الامتصاص أو اللي بتقلل الامتصاص عندنا إيه؟ أول حاجة، معدة تعبانة، يعني في نسبة حموضة، في التهابات في المعدة، في جرثومة معدة، الامتصاص بيبقى ضعيف جدا. إن أنا آخد فيتامينات في وقت غلط، يعني مثلا باخد حديد وبشرب بعديه شاي، او بشرب قبليه شاي باقل من ساعه، بعد كده باخد الحديد، ما استفدتش منه. كالسيوم مع حديد، فشل تام في امتصاص الحديد. كالسيوم مع حديد، امتصاص، فشل تام. الامتصاص ما يمتصش خالص الفيتامين ده. نقص معادن مساعده زي ايه؟ زي المغنيسيوم والزنك، من غيرهم الفيتامينات ما بتشتغلش كويس. في ناس عندها توتر وقله نوم، الضغط النفسي العالي، ده بيوقف الامتصاص حرفيا، ده بيمنع الامتصاص خالص لاي فيتامين. الناس اللي بتعتمد بس على الفيتامين ويبقى اكلها مش صحي، او اكلها ما بيساعدش معايا ان انا ازود قيمه الفيتامينات دي او حجم الفيتامينات دي، يعني ان انا اخد فيتامينات بس ما بدعمهاش باكل فيه نفس الفيتامينات دي، فبالتالي انا كده ما بستفادش 100% من الفيتامين ده. بالعكس، انا ممكن كمان اكون الامتصاص بتاعي يبقى اقل من الفيتامينات، وفي نفس الوقت من الاكل الغير صحي اللي انا باكله. طيب، الحل ايه؟ الحل الحقيقي، الحل انك ان تزود الجرعه؟ لا طبعا. انت تغير نوع الفيتامينات؟ لا طبعا. الحل انك تصلح جسمك، تصلح الهضم، نظبط التوقيت، نعمل توازن للمعادن صح في الجسم، ان انا ادعم الجسم باكل طبيعي استفاد بيه مع الفيتامين اللي انا باخده. ساعتها بس نفس الفيتامين ونفس الجرعه هتلاقي النتيجه معاك مختلفه تماما. طيب، مثال بسيط هقول لك عليه كده ومعظم الناس بتعمله. اتنين بياخدوا نفس فيتامين د، اللي هو فيتامين دي. واحد عنده الهضم كويس وواحد عنده مشاكل في المعدة غير عادية. الأول بيتحسن، التاني ولا حاجة، مفيش أي نتيجة عنده. ليه؟ الجسم هو اللي بيقرر أنا همتص الفيتامين ده ولا لأ، مش الدواء نفسه. الدواء هو بس بيجيب نتيجة مع حد وحد تاني لأ. ليه؟ مشاكل عندي في المعدة زي ما قلنا، مشاكل عندي في الامتصاص، مشاكل عندي في الأمعاء، باخده في وقت غلط. الكلام ده كله بيأثر على الفيتامين. من الاخر، يعني لو بتاخد فيتامينات ومش حاسس بفرق، ما تزودش الجرعه. اسال انا عندي ايه مشكله، جسمي فيه ايه مشكله بيخلي امتصاص الفيتامين ده قليل او ما بستفادش منه خالص. في الحلقه الجايه هقول لك ازاي تجهز جسمك عشان تستفاد من اي فيتامين حضرتك بتاخده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه لو انت مش مشترك، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر فيتامين حضرتك بتاخده ومش بتحس بنتيجه، واحنا هنظبط الكلام معاك، هعرفك كمان ازاي تستفاد من الفيتامين اللي انت بتاخده، وازاي تصلح جسمك لو في اي مشكلة عندنا من الحاجات اللي احنا قلناها دي. ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم فيها على الموضوع ده، وبإذن الله تكون الحلقة عجبتكم ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك والشير، وتقولي في الكومنتات اللي احنا قلنا عليه.
اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه. السلام عليكم.